سلام سلام حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. نبداو الفيديو تاعنا كالعاده بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نرحب حبيباتي بمشتركاتي جدد، نقول لكم مرحبا بكم في داركم في قناتكم المتواضعه اللي محتواها انه ننشر معاكم يعني روتيني اليومي للتحفيز يعني، ونشاركوا بعض الأفكار مع بعض، بعض الأطباق إن شاء الله مع بعض. اليوم جبت لكم حلوة صبر رشراش، يعني حلوة كامل لا عرفوها. فقط تبعوا المقادير راح تجيكم خفيفة ريشة، يعني تذوب في اليد قبل الفم. البنات جات روعة روعة روعة. ثاني ما ننساش مشتركاتي القدم حبيبات قلبي، شكرا شكرا لكم على التفاعل في الفيديو الأخير، ونقول لكم ربي يحفظكم ويخليكم ليا، وان شاء الله تزيدوا تبارطاجوا لي القناه مع احباباتكم وصحاباتكم، وما تنساونيش دائما باللايك والتعليق الحلو كيفكم اللي يحفزني ويخليني نستمر. هنا بديت معاكم البنات روتيني، بديت نغسل في القش هذا مع الصباح. جتني العين جويه 8:30، خرجت الماشينه بعد ما كنت عمرت الماء. ماشي انا اللي عمرت الزوج تاعي اللي عمر الماء، وانا كنت يعني قفضت الدار من هيه وكنست وكل شيء. بقى لي وليت خرجت الماشينه للحوش، قلت مادام جتني العين خليه باش نشل القش مليح. وهنايا كنت البنات جبت القش تاع الصيف وخبيت تاع الشتاء، وانا كي نجبد كي نخبي القش نغسلو ونخبيه، وكي نجبد القش ثاني نجبدو نعاود نغسلو. يا اخي تعرفوا الخزانه كي نخبو فيها فصل كامل تبقى فيها يعني دير شويه ريحه هكا تاع الخزانه. لازم نغسلوه قبل ما نلبسوه، يعني هو راهو نظيف اصلا. انا كي خبيته مغسول، لازم كي نخبوه نغسلوه وكي نجبدوه نعاودو نغسلوه. هذه هي البنات. هنا جيت نصور لكم دجاجاتي. هذا النوع تاع الدجاج تاع الفيومي، وهذا كالسردوك الكبير يقولوا له البراهمه. انا صراحه يعني ما صلحليش الدجاج. كنت قبل شريت 3 دجاجات البنات، والله ماتولي ما فهمت، يعني ما فهمت من واه ماتولي. كانوا لاباس عليهم، نضت الصباح لقيتهم في 3 عفوا لقيتهم في 3 يعني ميتين. معليش ربي يعوضنا خير ان شاء الله، والانسان ما يفشلش. زدت عاودت شريت هذوك الماركه تاع الفيومي، قلت ان شاء الله نجربهم ولعل وعسى يصلحوا. هنا شوفوا البنات، ثاني الغريسه اللي غرسها راجلي كامل، والله لا نبتت حاجه بخلاف البصله البنات، وجات صغيره ما جاتش يعني كبيره يعني كيما رانا نشروها من برا. ان شاء الله العام الجاي اذا قعدنا حيين قلت له لازم تعاود تحرث الارض كامله وتشري لها لازوت وتعاود لها تداويها. واللي عندها يعني فكره يعني علاش يصرى لي المشكل هذا، حتى الشجرات البنات يعني باش تكبر لي شجره تقعد لي مانيش عارفه شحال باش تكبر، يعني تموت وتكبر تموت وتكبر بالسيف لاش تصلح لي الشجره. عندي شجره ثانيه في الحوش كما شفتوها تاع المشماش، العام هذا دارت ما شاء الله من بعد هبط يعني. ورغم اني داويتها وطايتها وكل شيء ما فهمتش من واه، الله اعلم. اللي تعرف كاش يعني اللي عندها معلومات ولا عندها خبرة وشافت الفيديو يعني تخبرني في لي كومونتير، ممكن تكون يعني تفيدني بفكرة. هنا بعد راني نغسل في القش، غسلت نص القش وشللته مليح وعاودت نشرته وما زلت ما كملتش. وليت خفت لا تروح لي العين، قلت خلي عفوا قلت خلي نسيق الحوش. هنا راني نسيق الحوش. وبنات يعني نقول لكم انه الانسان كي يخدم في الدار لازم اللسان دايما يلهج بذكر الله، يعني ما تنساوش الذكر. البنات راح يعطيكم طاقة ويعطيكم قوة ما شاء الله، جربوها وراح تلقاو نتيجة. يعني إنسان كي يتعب، هو الدار تعب كما راكم تشوفوا، تسياق طياب فريزة غسيل وثاني ضغوطات الحياة كل شيء. الإنسان كي يكون لسانه رطب بالذكر سبحان الله راح ينسى هذاك التعب كامل. والإنسان بدل ما يسمع الغنى ولا كاين اللي نشوفهم
كي يكونوا يخدموا يحبوا يسمعوا الغناء. لا لا اختي، لا لا، ما راكي غالطة. كي تكوني تخدمي اذكري ربي سبحانه، هو راح يعينك، هو راح يعطيك الصحة، يعطيك القوة، وما يخليكش تحسي بهذاك التعب كامل. يعني عندنا الأذكار ما شاء الله، يعني كاين الأذكار، الاستغفار، التهليل، الحوقلة. آم، المهم أذكار أذكار يعني كثيرة وكثيرة. يعني أنت اللي قدرتي عليه قوليه، اللي قدرتي عليه قوليه، خاصة كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ماذا بك تقوليها دائما في فمك، دائما دائما في فمك. لأنه الإنسان يعني حاجة ما تنفعه في الدنيا هذه كما الذكر، اللي هي قال عليها ربي سبحانه: الباقيات الصالحات هي الذكر. هو يقصد هنا ربي سبحانه الذكر. الباقيات الصالحات خير عند ربك وأبقى. يعني إنسان يخدم ويذكر ربي، ما عندك ما تتعبي ما والو. وشوفي انت واش راح يغرس لك ربي، أشجار في الجنة وبيوت في الجنة و إلى آخره. كنا نعرف المعلومات هذه، فقط حبيت نذكركم. بعد ما كملت البنات الروتين تاعي كما شفتوا، غسلت الماعن ودرت هذاك، رحت جبت هذاك الشيح، شفتوه البنات الشيح. درت وريقات في الماء وقعدت نشرب فيه نهار كامل. الشيح هذاك مفيد للكولون، مفيد للمعدة البنات، يعني عندها لي غاز. اشرب به على مدار اليوم، راح تشوفي العجب، تشوفي العجب البنات. يعني جربوه وادعيوا لي بالخير، يعني ما تغالوش، حطوه ونقعوه فقط في الماء. شوفوا هنا الحوش تاعي بعد ما سيقته، الله الله، ونشرت هذاك القش. المهم هنا البنات راهي جوايه 3. شتو كتا كملت، يعني ضربت القش، غسلت حتى نحس في قلبي طاح. شوفوا الحوش كامل نشرته، وثاني القش اللي بقى زاد خرجوا الزوج لبرا ونشروا. وهاي لكم النتيجة البنات، الحالة مسيقة، الله الله. هكذا كي تسيقي دنيتك وتكوني تكوني آلاز، يعني حتى ولو التعب هذاك ما خلاص راح يروح. كي تشوفي الدنيا مسيقة والقش مغسول هيا كي العشية نفحت لي، قلت والله غير ما نبخل وليداتي، رحت درت لهم هذيك الوصفة تاع صب الرشراش. درت هنا 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة. شوفوا البنات، انا حبات البيض تاعي راهم صغار، اذا كانوا كبار يعني ديروا 3 يكفوا. درت مغرف لافاني، درت مبشور الليمون. وش نقولكم يا البنات، راهي بقات الدار كاملة تفوح بهذيك الريحة تاع القارص. هنا درت كاس ناقص صبع تاع سكر. كمية السكر ماذا بكم تنقصوا البنات في الحلويات. هكذا يعني حفاظ على الصحة. أنا درت كاس قل صبع تاع عفوا تاع سكر، ودرت كاس وربع تاع زيت. وكل ما نحط مكون كما شفتوا نخلط مليح. السكر هذاك قبل ما تضيفوا المكونات لازم تخلطوه مليح. هنا ما ننساوش رشة الملح. وبديت حطيت الكاس الاول تاع الفرينة، ولازم نغربلوها البنات. وهاوليكم الكاس الثاني، ولا نضيف لا نشا لا والو، وتجي خفيفه ريشه البنات، يعني جات ما شاء الله. هنا حطيت الكاس الثالث، وحطيت 2 اكياس خميره وزن الوحده منهم 10 غرام، يعني في زوج 20 غرام البنات. نغربل كلش ونخلط، ومن بعد نشوف واش راح نضيف. نحط الكاس الرابع قدامي ونشوف واش راح نضيف من الفرينه. نخلط مليح البنات. وكيما قلت لكم ما تنساوش الذكر، خدمي وذكري ربي، خدمي وذكري ربي، والله هذاك التعب ما راح تحسي به، ما راح تحسوا به كامل. هنا مازالت لي العجينه تاعي طريه. راح نزيد نضيف الكاس الرابع، راح نضيف نصه فقط البنات. يعني انا حبيتها تبقى طريه، ما نحبش يعني ما تيبسوهاش. اذا يبستوها راح تجيكم شغل ما ثقيله، ما تجيش خفيفه. فهمتوني البنات؟ حتى الكروكي تاعكم ديروه بالطريقه هذه راح يجيكم خفيف ريشه. انا كنت جربته في رمضان اللي فات، جاني روعه البنات. هذاك الكاس قلت لكم الكاس الرابع اديت منه نص، يعني اديت لي كامل 3 كيسان ونص. نحيت منه هنايا شويه باش ندير هذاك نبرشها من فوق. كنت دهنت البلا تاعي مليح بالزيت، ونحكم العجينه اللي بقات لي نحطها في البلا كيما راكم تشوفوا، وندهن يدي بالزيت مليح ونبسطها.
لانه كما قلت لكم العجينه راهي طريه وتلصق، لازم ديروا تستعينوا بالزيت في يديكم وتبسطوا العجينه تاعكم في البلا. وباش نحو اثار هذاك الاصابع البنات، راح نجيب مغرف وندير شويه زيت، ندير فيها الزيت وندهن السطح تاعها كما راكم تشوفوا باش ما تلصقليش العجينه في المغرف. هنايا بعد ما بسطت العجينه تاعي والفور تاعي اكيد راهو شاعل على 180 درجه، وشعلته من فوق ومن تحت البنات باش يسخن لي مليح. كمت هنا جبت المعجون، معجون المشمش، تحبوا تضيفوا له نكهه الخوخ ولا يعني لا روم تاع الخوخ ولا تاع الفراز، يعني اذا تحبوا الاذواق هذه. انا خليته كما راه، يعني ضيفوا كل وحده واش تحب. ونحط على السطح تاع العجينه تاعي ونليسيها ونسقمها مليح. من بعد باش نجيب هذيك العجينه اللي كنت زدت لها هذاك النص تاع الكاس تاع الفرينه اللي بقالي البنات، يعني العجينه اللي نحيتها 3 مغارف اللي شفتوني نحيتهم، زدت لها نص كاس تاع فرينه وشيحتها مليح باش نقدر نبرشها فوق الحلوى تاعي. هاي لكم كيفاه قسحت لي شويه. هنا نبرشها فوق الحلوى، لازم نغطي السطح هذاك تاع المعجون كامل. وريحة القارص البنات واش نقول لكم، جات روعة روعة روعة، يعني ما تستغنوش على القارص. هنا نروحوا نديروا مع بعضنا مشروب جزر المالديف هكذا يسموه. سيتو البنات جا روعة روعة. عندي لتر تاع الماء، عندي عصير حبة قارص، وعندي كاس تاع سكر. انا حطيت نصه ومن بعديك قلت نذوق، ومن بعديك اذا جاني كافي نزيد ما نزيدش. وحطيت مغرف كما شفتوني حامض الستريك، وحطيت ذوق الشوينغوم البنات، هذاك عطر ذوق الشوينغوم. هاوليكم كيفاه يجي ازرق ويجي طعمته تهبل البنات. نحلوه مليح، ما نهبطوش مباشرة في الماء، خلوه نحلوه بجهة ونفرغوه في الصفاية، لانه راح يبقى لنا هذاك التكتلات من بعديك راح يطلعوا على سطح الماء. لذلك حلوه وحده في الماء، من بعديك حطوه ضيفوه على العصير تاعنا. هنا كملت السكر كاس قد جاني هذاك هو في الحلاوة البنات. وهذا هو العصير تاعنا، نفرغوه في القرعة، يعني عصير خفيف ظريف. نعاود لكم المكونات البنات، درت لتر تاع الماء، مغرف حمض السيتريك، درت مغرف ملون عفوا بنكهة الشوينغوم، عطر الشوينغوم، درت كاس تاع سكر، ودرت عصير حبة قارصة. هنا حكمت شوية سكر وزدت له هذاك نكهة الشوينغوم وخلطته وزينت به الكيسان، يعني كفكرة فقط. انتم ديروا يعني الطريقة اللي تعجبكم. انا درتها كما هكا جاتني يعني حلوة في التقديم. وهاوليكم العصير تاعنا جا منعش البنات روعة، خاصة للصيف راح يجيكم روعة روعة روعة، راح تحبوه، راح يديكم العالم واحد اخر البنات، رغم انه مكوناته جد بسيطة. هاي لكم الحلوى تاعي بعد ما طابت وخليتها حمارت شوية من فوق. آه جربوها البنات، جربوها والله راح تعجبكم بالمقادير هذه. وشوفوا الكمية اللي عطتها لي، يعني عطتني كمية ما شاء الله، يعني فقط ب4 حبات بيض كما قلت لكم. حبات البيض تاعي كانوا صغار ما كانوش كبار. البيض اللي شريته مؤخرا تقول تاع حمام ماهوش تاع يعني تاع دجاجه. شوفوا قصوهم، يعني تحبوا تقصوهم مقروطات ولا تحبوا تقصوهم بالشكل هذا. شوفوا البنات جا روعه روعه روعه. وهذه هي البنات. مادام وصلتوا هنا يا حبيباتي ما تنسونيش من زر الاشتراك واللايك والتعليق وتبارطاجوا القناة مع حباباتكم وصحاباتكم باش تطلع لي القناة، لانه مازالت لي 7 شهور لازم نكمل الشهور الكل، يعني فضلا حبيباتي فضلا وليس امرا. وشكرا لكم، ونقولكم تبقاو على خير الى فيديو جديد ان شاء الله، وتبقاو على خير وتاكلوا بالصحة والراحة. سلام.